فعلى بركة الله الخوت نهنئوا المنتخب الجزائري بالتأهل، وخا بكل صراحة كنا كنتمناو المنتخب الكونغولي، هذا واقع والروح الرياضية هي هذه. أنا كنت كنتمنى بطبيعة الحال من واحد العدد كبير الملايين ديال المغاربة كانوا كيتمناو الكونغو، ولكن قدر الله ما شاء فعل. كرة القدم هي هذه، تأهل المنتخب الجزائري. دابا نشوة الفوز ها انت فزتي، ولكن نشوة الفوز ما كايناش. علاش؟ لأنه ما فعله المنتخب الجزائري مباشرة بعد نهاية المقابلة أفسد ديك الفرحة اللي كان من المفترض يفرح بها المنتخب الجزائري. لما كيكون عندنا منتخب كيربح فاوتوماتيكمون خص تكون عندنا الفرحه تعم البلد. احنا وقع العكس في الجزائر، سبحان الله، ما فهمتش علاش. المنتخب الجزائري فرح ولكن يخيخ منه العالم. المنتخب الجزائري فرح ولا احد تكلم عن انجاز الجزائر، بالعكس اصبحنا اليوم نتكلم على ما فعله اللاعبون الجزائريون. سبحان الله صاحبي، غريب امرهم. ما فهمتش انا كيفاش اليوم منتخب كيربح وكتحول الفرحه ديالو تتحول الى نقمه عليهم. علاش؟ لانهم عندهم مهاجم ديالهم قليل الترابي، هذا واقع. الحركه اللا اخلاقيه اللي دار تنم عن التربيه ديالو. وعندنا ايضا لاعب عموره قليل الترابي، وبالتالي اليوم اصبح من 11 لاعب اصبحوا عندنا جوج ديال اللعابه من اصل 11 قلال الترابي. هذه غريبه اخوتي الجزائريين. انا عارف بان المواطنين الجزائريين تا هما ما عاجبهمش الحال، انا عارف متاكد ان المواطن الجزائري تا هو ما عاجبوش الحال، لانه ما نظنش اليوم شي مواطن في العالم يفتخر يكونوا عنده بحال دوك اللعابه. متفقين معايا ولا لا؟ كاين شي مواطن في العالم يفتخر اليوم بلاعبين يكونوا عنده من ديك الطينه؟ ما نظنش. انا عارف ان حتى الجزائريين ما يرضاوش، الجزائريين الشرفاء ما يرضاش انه يكون عنده لاعب في المنتخب يدير ديك الحركه اللي دار عموره، يضرب رمز من رموز القاره الافريقيه، النضال في افريقيا. ما نظنش حتى الجزائري براسو ما يبغيش انه شي واحد مثلا في مقابلات كرة القدم يحتفل بجمجمه. ما نظنش، ما يبغيهاش، علما بانه اليوم المواطن الجزائري كيف ما قلت من حقه يفرح ببلادو. ولكن عندكم اخوتي ما عندي ما ندير لكم، هادو مالوروزمون لاعبين اللي ترباو في الجزائر. بون عمورة اليوم بطبيعه الحال لاعب كبير، واحد ما يناقش، ولكن قليل الترابي، هذا واقع. وعندنا محرز الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري، ولكن قليل الترابي. انا عارف بان المواطن الجزائري ما غيعجبوش الحركه، بون اموان كو يكون شي واحد بطبيعه الحال عندهم نفس التربيه غيعجبو داكشي اللي دار، ولكن حتى شي واحد اليوم العالم كله يتحدث عن داك المواطن الكونغولي. شوفوا سبحان الله، ما بقيناش كنهضروا على الفوز ديال الجزائر، ولينا كنهضروا على بنجاح، ولينا كنهضروا اليوم على قله الادب ديال هادوك المهاجمين الاثنين هذه اللي شدتوا الكاميرا. هذا الشيء غريب بكل صراحه، عطى صوره سيئه، وهذا الشيء ما كناش نتمناوه. حتى شي واحد ما كان يتمنى انه اليوم العالم كله يشوف هذه الصوره اللي عطاو المهاجمين اللاعبين الجزائريين على المنتخب ديال بلادهم، لان كوميم هادو ماشي كيمثلوا راسهم، هادو كيمثلوا بلدو العظام. راه الناس راه قاوموا على ديك البلاد، راه بلاد اللي فيها غير العظام الكبار والعظماء الكبار. فاكيد انه كما قلت لكم حتى شي واحد ما غيعجبو الحال في من داك الشيء اللي داروه اللاعبين الجزائريين. بون غادي نوريكم اخوتي، غادي نوريكم بالمناسبه ما فعله المنتخب الجزائري، بعض مما فعله المنتخب الجزائري، وغنبغي الراي ديالكم. احنا اليوم ما غنهضروا غنهضروا على من يمثل البلد بصفه رسميه، من يمثل المنتخب الجزائري بصفه رسميه. جوج اللعابه اللي كيمثلوا الدوله الجزائريه في منافسات عالميه، في منافسه قاريه. سي امين مرحبا بك خويا، تحياتي السي امين. رضوان السلام عليكم خويا. تحياتي لك.
تحياتي. دونك نبداو نوريو الحركه اللي دار، الحركتين لا اخلاقيتين اللي داروها اللاعبين بطبيعه الحال مالوروزمون لسوء الحظ ديال المنتخب الجزائري. وهذه كما قلت لكم الصوره ما عجبت حتى شي واحد. العالم اليوم كله اللي بعقله غيقول لك هادو قلال الترابي اللي بعقله. ولكن كاين واحد الفئه بطبيعه الحال ما كنهضروش عليها. مو انا رايكم يحترم كما بغى يكون. تفضل سي امين نوريو الاخوان. نبداو بعموره وما فعله عموره في واحد من رموز مشجع اعزل ما دار له حتى حاجه. ما سبحان الله عارفين الحفيد مونديلا ما عارفينش باتريس لومومبا اللي اقرب لينا حتى جغرافيا وبزاف ديال. انا ما يهمنيش يعتذر ما يعتذرش، المهم نبداو بالسقطه حيت ماشي وحده عندنا جوج. واه شوف قتلو سير اعتذر من عائلته. هذه ما كدارش. الاعتذار ياكلوا يديروا في طرف الخبز وياكلوا. المهم نبداو اخويا بالسقطه اللا اخلاقيه. واخا هي من النهار اخويا شتيها ومن الجريده ديالهم اللي نشرت الخبر. سبحان الله. قال لك عموره يرد باحتفاليه جميله على المناصر الشهير لمنتخب الكونغو الديمقراطيه. دابا هذه قال لك غير احتفاليه جميله. هذه جميله لا واخا على بركه. اكيد انكم شفتوا اخوتي شفتوا الاحتفاليه اللي كانت. تلقى سي امين قلت شفتوا لا اخلاقيه ديال عموره، لا اخلاقيه. كيطيح بعيد عليه ذاك المواطن. هذاك راه رمز. بحال جاب لي مثلا شي مواطن. تلقى سي امين بحال جاب لي مواطن الصوت ما يخليكش السي رضوان تهضر. حيدو ما عندي ما ندير به. بحال جاب لي مواطن مثلا من الكونغو مثلا، تخيلوها كون جاب مواطن من الكونغو جاب جمجمه دخلها معاه للملعب، واش ما غيحسش بها المواطن الجزائري انها استفزاز؟ يحس بها انها استفزاز. او لا جبنا مثلا واحد لا ماسكوت فيها الامير عبد القادر ولحناها مثلا في الارض، المواطن الجزائري ما غيعجبوش الحال. المواطن الجزائري ما غيعجبوش الحال. فكذا هو مثال فيما يخص هذا المواطن هذا الكونغولي. نشوفوا الحركه حتى ديال بونجاح اللي بكل صراحه كيمثل المنتخب الجزائري، وهذه حاجه اللي تسيء اليوم للجزائر. انه هادو لاعبين ما يشرفوش اي بلاد يكونوا عندهم. ما كنهضرش على الجانب الكروي، كنهضر على الجانب التربوي، حيت التربيه قبل الكره. التربيه خوتي قبل من الكره. ناخذوا الاراء ديالكم وبطبيعه الحال لان هادشي سي مالوغو. كنا نتمناو انه يعني كومون كنا نتمناو انه يعني الاحتفال ديال الجزائر يكون كبير، ولكن مالوروزمون سقطه. تفضل سي امين تتوب لي من زاويه اخرى ديك الفيديو. رايك اخي امين فيما فعله عنصرين من المنتخب الجزائري، واش انت راضي يرضيك؟ هذه ما تقولش على تحيه الجزائر. انا نحشم نقول تحيه الجزائر منين يكون عندي بحال هذا المنتخب، حيت ما تدخلش الجزائر مع بحال هادو. الجزائر بوحدها ما تقارنهاش بهاد الجوج هادو. وي صحيح ما تقارنهاش. الجزائر بوحدها، الجزائر كبيره كدوله، ولكن هادو صغار كلاعبين. تفضل سي امين. واخا سي رضوان، اولا ما فعله هذاك البرغوث ديال عموره يشرفك انت ان يكون عندك في المنتخب ديال بلادك على سبيل المثال جوج اللعابه بحال عموره. واش يشرفك؟ لا علاش؟ يكون عندي لاعب في المنتخب المغربي الله يجعله ما يكون عميد الفريق ايا كان عميد الفريق، لا سابقا ولا دابا ولا حتى مستقبلا. نفترضوا ان دار مثلا اترفع انني نجبد شي عميد من العمداء الفريق الوطني، بغيت نجبد شي سميه يعني ونطرح هذا الاحتمال انه يوقع معها. شنو نقول الزكي يديرها، نقول النبتي يديرها، نقول التيمومي يديرها؟ ما يمكنش. واش شوف انا لا ترضى المنتخب بلادك يكون فيه واحد يدير حركه اخلاقيه بصبعه للجمهور لا اوكي خليك معايا اخويا. غنبداو بالاخوان ديالنا. واش يرضيكم ان يكون عندكم واحد في المنتخب بحال عموره؟ ما كنهضرش على الجانب الكروي، الجانب الاخلاقي، بحال عموره وبحال بغداد بونجاح. يرضيكم؟ انا غناخذ رايكم. يلا حاولوا تجمجموا اخوتي، حاولوا تجمجموا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي رضوان. مرحبا بك اخي، تفضل اخويا.
لاباس عليك بعيد سي عنك. تراد بخير. مرحبا بك اخي، تفضل. ايوا الله يحفظك. سيدي باش نكومونطيو على داك واش يرضيك الفر. اه ترضى ان يكون عندك في المنتخب جوج اللعابه نو نو بالاخلاق نو ديال ما يرضينيش وما يرضي حتى شي، واخا يكون خويا مغربي وكنعرفو شخصيا وداك الشيء، ويكون زعما كاين خويا مثلا كنشوف اللي والده ليا امي وبا وداك الشيء ودار داك التصرف، راه انا ويبقى في الحال وما رضاش، لاننا ما تربيناش بحال هكاك. الامر كيبقى ديال التربيه، كيفاش تربيتي، المحيط ديالك. كما كبرنا حنايا، امواتنا وبواتنا ملي كنا صغار وداك الشيء كيقول لك يعني عندنا واحد كيف كنقول لهم، واحد التقاليد في التربيه، نعم. واحد التقاليد في يعني التربيه يعني انت بالنسبه لك هذه مساله التربيه. مساله تربيه جايه من واحد العمق الاسري، يعني الدري كيفاش كبر، يعني العقليه ديال الطفل كيفاش ديفلوبات، وعطاتنا واحد المراهق، من بعد عطاتنا واحد الشاب، واحد الراجل، ومن بعد تعطينا واحد الكهل، واحد الشيخ اللي بنفس التربيه، بنفس الافكار، بنفس هذاك الشيء علاش كنشوفوا، وماشي هي ماشي شي حاجه خاصه بعموره وبيا ونجح. بعض الشباب الجزائريين، لا هي لا لا، خليك شوف، انا خليني غير في المنتخب اللي كيمثل البلاد. انا جاي شوف المنتخب. منتخب اللي يمثل البلاد ويعني راه شفنا بعينينا، راه ما ورانا حتى شي واحد، ودوماج انك يعني كل شيء كيهضر عليك، ماشي حنا المغاربه اللي لاحظناها، راه انايا في فرنسا راه الميديا فرونسي، الميديا ايجيبسيان، المصريين، كل شيء الافارقه، نعم. كل شيء كيدوي عليها، كل شيء اهانات، من احد اهم الرموز ديال مناهضه الاستعمار في افريقيا. شكرا، تبارك الله عليك شكرا اخي، سيدي رضوان، تحياتي لك خويا. شكرا شكرا سيدي جزيلا. التراث، شكرا المغاربه، الله يعاونكم، تصبحوا على خير، تحياتي. شكرا. قلت بدينا لكم في البدايه، قلنا لكم بانه منتخب شفار فيه الشفاره، قلتوا ما كاش منها، قلنا اوكي. قلنا لكم قبل منا بانه عندكم في المنتخب قلال الترابي اللي غطوا الصوره، قلتي حتى هي ما عندكمش الدليل، ما كاش منها. متفقين؟ بديناها بالتصويره، قلتوا ما كاش منها، قلنا ماشي مشكل، ماشي مشكل. جبنا لكم الثانيه، قلنا لكم ها الكاف اللي خرجت، ما احنا ما خرجنا والو، احنا ماشي مسؤولين على الكاميرا. ها هما عندكم شفار قليل الترابي في المنتخب، قلتوا ما كاش منها، قلنا ما كاش منها. البارح بعينيكم شفتوا جوج، اذا اليوم كيوليو عندنا 4 ديال العناصر، جوج كيلعبوا في المنتخب وجوج من الطاقم التقني ديال المنتخب الجزائري، ب4 بهم بنفس السلوك، بنفس التربيه. واحد كيغطي صوره ديال الرمز ديال واحد البلاد، واحد كيشفر كره، وواحد كيحط من الكرامه ديال المشجع، وواحد قليل الترابي كيدير حركه لا اخلاقيه للمشجعين المغاربه. دونك عندنا 4 في الطوطال. حنا غنحطوا دوك الطاقم الاداري، نهضروا على جوج اللي مع المنتخب. رايكم اخواني الكرام في هذا التصرف؟ واش ترضاو ان يكون عندكم اليوم في منتخبكم؟ كنا كنقول لكم راه العالم كيقول يخ. تفضل خويا، مرحبا بك خويا. تحياتي لك والحضور الكريم. ونسيتي الخامسة أنهم ديما كيحتجوا قدام المريوط باش ياخدوا لي تيكي، لا على داكشي العلم. لا شوف، ما يخص الجمهور ما كيمثلوش الجزائر، دابا كنهضر على المنتخب اللي كيمثل الدوله. ولا اسمح لي اخي رضوان الى قاطعتك، ولكن راه الاتحاديه اللي عندها واحد الكوطه اللي خصها تفرق لا لا داكشي لا لا، الجمهور بوحدو ومن يمثل الدوله بوحدو. الجمهور ما كيمثلش الدوله، كل كيمثل كنهضر على الرأس. الاتحاديه. لا، الاتحاديه حنا غير اللي شفنا خويا، اللي شفنا كاينين اليوم 4 ديال قلال الترابي، جوج شفناهم بالعين 3 شفناهم بالعين المجرده، جوج ما غنهضروش عليهم، وجوج كانوا البارح. نعم. وغير باش نقول لك، هذاك عموره اللي قد رجلي قد فخدي فيه مترو 62 دار بالبال هنا في الصحافه الفرنسيه، لانه جرح واحد الرمز افريقي اللي هو باتريس لومومبا، الذي ناهض الاستعمار البلجيكي واعدم. هما اللي كيعتبروا راسهم ثوار وداك الشيء، ما عندهمش ما بينوش حتى شويه ديال الاحترام، الرمز من الرموز ديال الثوره
وديال هما اللي كيقولوا توار وداك الشيء. على الاقل اخي رضوان، انا طلعت غير باش نقول هذه الجمله. على انت الاقل يرضيك اخي يكون عندك لاعب يدير حركه بحال اللي دار بغداد بونجاح للجمهور المغربي، ولاعب يدير حركه بحال اللي دار عموره للجمهور الكونغولي، يرضيك؟ هما جوج لعابه في المنتخب في نفس المقابله. والله اخي رضوان، وشكرا على السؤال، وبعيدا زعما على المشاعر وداك الشيء، والله ويدير شي لاعب مغربي قسما بالله حتى نتبرى منه ونتبرى من ذاك المنتخب، لان المنتخب يمثل بلد، يمثل ثقافه وتاريخ. واش انت تجي دير داك يعني زعما؟ شوف زعما رضوان خويا، الله يعطيك الصبر، الله يعطيك الصبر، والله يعطينا معاهم الصبر، تيدوز كلشي بخير وعلى خير. وتحياتي للجمهور الافريقي كله، ما شلنا منه حتى شي عيب الا شي وحدين، واحد بال في التيران كاع حاجه قدرت. لا صافي، شوف، لا الاخوان بالمناسبه غير اللي عنده العنوان ديال داك السيد يتواصل معايا، لانه حنا قايمين باللازم، ولكن مازال ما تلوكاليزاتش الدار ديالو باش يمشيو له البوليس مباشره للمنزل ديالو. كاينين هما جوج، كاين واحد سميتو ياسين مولودي راه حتى هو في كازا في الدار البيضاء، اللي كيعرفوا فين ساكن يتواصل مع السلطات، لان عنده هو هذاك واحد الفيديو في مراكش، عندهم فيديو مبارطاجينها في مراكش، ياسين مولودي. وكاين رؤوف بالقاسمي، فاللي كيعرف هاد الجزائريين بجوج فين ساكنين يعطي العنوان ديالهم للسلطات في الدار البيضاء. راه كاينين دابا في الدار البيضاء. تفضل. اخر كلمه باش نهبط، باش نعطي المجال لخويا، وشكرا على سميتو المساحه. غير هو هذاك الاخ اللي قام بهذاك الفعل المشين، كاين لا حاجات. لا شوف، لا دابا كنهضر على شنو؟ لا كاين منتخب لا كنهضر على راه كاينين لي زوغي نوار. شرح لهم حاشاك شنو هي لي زوغي نوار، راه كاينين في التيران. لا شوف، شكرا. حنا كنهضروا على المنتخب، كنهضروا على المنتخب، شي الاخر بينه وبين السلطات. المهم اللي عندنا العنوان يصيفط لنا العنوان. المنتخب نسيتي اللي سرق الاكاجو، نسيتي اخويا رضوان. ماشي مشكل. تحياتي اخويا، تحياتي الشفار غشفار. السلام عليكم. تحياتي حبيبي، شكرا جزيلا، شكرا. دونك قلت اخوتي، هاد الاخوان هادو بجوج اللي كيعرفهم، واحد راه قبيله كان في درب السلطان سميتو ياسين مولودي، راه جا من هنغاريا. فاللي عنده لادريس ديالهم يعطيها لي انا، ولا يتصل بالسلطات، راه عنده فيديو اخوتي. المهم راه حنا درنا شغلنا. هادو بجوج ورؤوف بالقاسمي، خصنا غير نعرفوهم بالدار اللي فين كاينه، وبينه وبين الاجهزه الامنيه. احنا ما نديرو فيديو، ما نسبوه، ما نضربوه، ما تجي حاجه، بيناتهم شغلهم اللي داروا مع الدوله هو هذاك. راهم في كازا بجوجه، في كازا. اللي عنده العنوان يصيفطوا ليا، الا ما كانوا في كازا راه غيبانوا في مراكش، السبت قريب. اوكي، على بركه الله. نبقاو نخوض في المنتخب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سيدي. السلام خويا رضوان، كي داير؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك اخي، مرحبا بك اخي. الحمد لله، الله يحفظك اخي. والله اسمح لي، انا خرجت من اللايف، انا كنت معكم في اللايف، خرجت مي ما عرفتش، وليت دابا صيفطتي لي ميساجات، ما عرفتش الموضوع علاش. لا انت اللي دات طالب انفيتاسيون اخويا. جيت الطالب، انا كنت معكم في الاول، من بعد خرج جاتني مكالمه خرجت. داكور اوكي، ونزل تتفهم، ومرحبا بك. مرحبا بك، الله يحفظك اخي، الله يحفظك. الخوت جربوا، قلب تليفونك لا تكون مصيفط انفيتاسيون بالغلط. هادو كاع اللي مصيفطين الانفيتاسيون قلبوا تليفوناتكم الخوت. حسي رضوان اسيدي خويا، كاين واحد واخا انت قلت الجمهور بعيد، ما الجمهور بعيد. لا خليني من الجمهور. شو الجمهور بينه وبين السلطات شغلهم هذاك. انا ما كنهضرش على شي واحد دار شي حاجه، صافي خليني نركز على المنتخب. الله يرضي عليك، ركزوا على المنتخب. اسمع غير اللقطه اللي نقول لك وشوف واش تصلح لك ولا ما تصلحلكش، بلا ما نوريها لك. مشجع من السينيغال هاز الدرابو دو السينيغال وكيقول فيف لو ماروك، فيف لو روا دي ماروك وكذا. جا ليه جزائري وجالو حتى لحدا وجهو، بحال جيت انا قربت لك حطيتني في اعلان، كنت بديت كنقول لك فيف الجيري. واش دار لك؟ مشجع افريقي بغا يشجعو كيقول فيف لو ماروك، انت مالك معاه؟ عرفتي فين؟ والله الا في باب الحد. عادي هذيك عقده النقص، ماشي مشكل. عادي المشكله انه داير الكاشكول ولا فيه الصوره ديال محمد السادس. يا سلام. لا عادي لك، شوف هذيك عقده النقص. حنا من هذيك عادي، الانسان كيحس بالنقص من حقه يقول لك هذا موجود عندي حتى الاخر ونشوف. ما ندير بها اخويا، ما عندي ما ندير بها. انا ركز لي على المنتخب، الله يرضي عليك.
اللقطه ديال بونجح لقيتها لك اكزاكت. نعاودوا انا نوريكم اللقطه اخوتي الله يرضي عليكم. اليوم كنهضروا على جوج ديال اللعابه د المنتخب، جوج د اللعابه الخوت. وانا كنعاود نذكرها لكم، عندنا واحد سميتو ياسين راه كان قبيله في درب السلطان، كان في قيصريه الحفاري بالمناسبه في كازا، ما عرفناش فين بالضبط في كازا، ولكن غادي يبان لان عنده فيديو في مراكش يهين ومسيء للمغرب والمغاربه. عنده مع هاد رؤوف بن القاسمي. الله يرضي عليكم ما تقيسوه، ما تضربوه، ما تعدوا عليه، ما ديروا له حتى شي حاجه. عطيوه غير العنوان، يا صيفطوه ليا يديوه مباشره للسلطات الامنيه، قول لهم هذا السيد هذا راه شي راه ولا صيفطوا لي العنوان، يصيفطوا لي العنوان. انا سير دون عاود هذاك قلت لكم ياسين ياسين مولودي ورؤوف بن القاسمي. واحد داير ليتريس عايش في هنغاريا، راه عنده شي مليون وشي حاجه د المتتبعين، والاخر راه البارح كان تعشى بالمناسبه تعشى في واحد البيتزيريا في بورغون. تحياتي ديال ديك البيتزيريا، تعشى في بيتزيريا محفوظ مع الوحده د الصباح. هذا السيد هذا راه البارح تعشى، ولكن ما عندناش الدار فين ساكن بالضبط. البارح في بيتزيريا محفوظ، تحياتي لدوك الناس، راه تعشى عندهم مع الوحده ديال الصباح. ولكن كون هاني اخي مع اللقطه السير دون ديال داك قليل اللحيه. تفضل. هاي راه كبر ديك الصوره. راك طلعتي شي واحد. بلاتي. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل اخي امين. شو الحركه؟ دونك قلت خوتي رايكم واش ترضاو اليوم ان يكون عندكم مواطن من يعني يمثلكم في المنتخب ديال بلادكم؟ واش يشرفكم اخواني الكرام انه يكون عندكم مثلا شي واحد بحال عموره يدير الحركه اللي دار عموره بكل صراحه، ولا واحد بحال الحركه اللي دار بونجاح؟ هي الحركه مشدوده في يدو، ها هي مدور عليها بالاحمر في الفيديو، معلم هذا الدري هذا اللي دار هذا الفيديو هذا. ها انتم الخوت قشعتوها. هاي انا غادي نطلق الفيديو باش تكمل الحركه. انت شفتوها بداكشي اللي قال بفمو لا يصح اننا ننطقوه. حنا المهم الاخلاق، حنا غير واش ترضاو على راسكم ان يكون عندكم هذا وكلمه في حق هاد اللاعبين الجزائريين. سي رضوان السلام عليكم. اخ تراث السلام عليكم. خويا رضوان اخويا، واخيرا تحققت المقوله نتاع المرحوم الحسن الثاني رحمه الله عليه: ليعلم الناس مع من حشرنا الله في الجوار. واخيرا يا اخي على ان جميع الدول لا عربيه ولا اوروبيه كتكلم يا اخي على ما وقع بالامس. فضيحه يا اخي، هذه ما بعدها فضيحه، كتبين للاسف تربيه بعض، ماشي كل شيء، بعض الامهات الجزائريات. لا خلي الامهات، شوف خلي الامهات شريفات عفيفات كيربيوهم احسن تربيه. دابا حنا نهضروا على الامهات، شوف هذيك الام كتربي تربيه حسنه، انسانه شريفه عفيفه، كتربي احسن ما وولدها هو اللي كيورينا التربيه اللي رباته. حنا ما كنتكلموش على الامهات. الله يرضي عليك. غير واحد السؤال دابا عندنا الاخوان الجزائريين، واش يتقبلوا على انه يطلع شي شخص ويستهزأ لهم باميرهم عبد القادر؟ لا. واش يتقبلوا على انه شي شخص يطلع ويهز شي جمجمه اللي كترمز للشهداء رحمه الله عليهم في متحف الانسان بباريس ويتمسخر بها؟ لا. لهذا اخويا رضوان، ملي كتشوف واحد الرئيس للاسف على انه كيسب واحد الشخص اللي هو بوعلام صنصال مباشره في التلفزه الجزائريه، وكيشوفوا اكثر من 45 مليون جزائري منهم اطفال يا اخي رضوان كيسمعوا الرئيس ديالهم اللي هو القدوه ديالهم كيسب مواطن جزائري بانعت الصفات، بانعت واقبح الصفات. ماذا تنتظر يا اخي؟ وللاسف كنشوفوا على انه هذا لاعب محترف، ماشي زعما شي شخص اللي عادي.
لاعبين لا لاعبين. بالنسبه للاعب ديال العنصريه، اللاعب اللي العنصري، هذا لاعب عنصري. نعم. حنا في 2026 ما كنقبلوش العنصريه، انتهت العنصريه. ما يمكنناش حنا واحد السيد نحكموا عليه على ان البشره ديالو سوداء. لا، هذاك اخ في الاسلام هو مسلم. الا كانوا هما دوله مسلمه قال لك ربي ما غاديش ما ندخلوش في الايات باش ما نحرفوهاش، ولكن ما كنفرقوش بين البشرات ديال المسلم ولاد الانسان ولاد الشخص ولا كيف ما كان. لهذا والله لا عيب هذا الشيء. وبالنسبه للاعب بنجاح، هذاك لو جيست اللي دار هذاك، هذه كتكون واحد الرساله لصحاب خاوه وصحاب اللي كيدخلوا اللي هما اصبحوا واحد الجمهور للكراء على انهم كيدخلوا يشجعوا شي ناس اللي ما يستاهلوش. هذا اكبر رد عليهم. تحياتي خويا رضوان، غي الاول سميتو ياسين مولودي، والثاني شنو الاسم ديالو اخي؟ رؤوف البوال اعزكم الله، سميتو رؤوف بالقاسمي. بالقاسم. وبجوجهم عندهم فيديو في مدينة مراكش، عندها شي 4 أيام ولا 5 أيام في الأزقة ديال مدينة مراكش. بصراحة أنا ما نقدرش نوريكم ديك الفيديو لأنه مسيء لنا جميعا كمغاربة. إذا رسالة للإخوان، مسيء لنا. داكشي اللي كيقولوا لنا ديال بوسبير داروه بالفيديو باش نشرح لكم بالدارجة. إذا رسالة للإخوان في المغاربة اللي في الدار البيضاء. الله يرحم لكم الوالدين، اي واحد عرف فين كاين ما غيخسر حتى شي حاجه. سلطات ما تقيسوا ما والو، غتهز التليفون اما تصيفط رضوان ميساج اما غتعيط لي. صيفطوا لي غير العنوان ديالهم. راه واحد سميتو داك المشعكك سميتو رؤوف بالقاسمي. راه النهار كامل وانا في تواصل مع السلطات الامنيه. خصنا لادريس ديالو، خصنا اللوكاليزاسيون ديالو. الاخوان المغاربه اللي معنا في هذا اللايف، اي لايف حاولوا تطلعوا جميع اللايفات المغربيه وتنشروا هذا الخبر الا كان ممكن. الاخوان المغاربه، هذه خدمه ديالكم هذه الليله ان شاء الله. هذا السيد هذا خصنا نعرفوا لا لوكاليزيوه سوسواغ جوج. لا الا شدينا، الا تشد واحد فيهم راه غيجيب الثاني. تماما. والسلطات الاخوان، هذا الشيء اللي كاين. واش غنقول لك اخويا رضوان؟ للاسف كنشوفوا بعض الامهات ما كيعرفوش يربيو ولادهم. ربيو ولادكم، هذا الشيء راه عيب. هذا الشيء كلشي كيقول منكم المهم ما علينا الخوت. رجعوا الاخوان المغاربه راه في الدار البيضاء. هذا الشخص اللي كيقول فينا هو راه في الدار البيضاء. بجوج في الدار البيضاء. راه كان قبيله في درب السلطان، كان كيتسارى في واحد فيهم في درب السلطان، وواحد كان داير شي لايف في كيك، ولكن فين ما عرفناش فين حيت كارين الديور. ما عرفناش فين بالضبط. المهم هاد الليله ان شاء الله غادي نجيبوه، ما كاينش تخرشيش. هادي كون هاني هاد الليله ان شاء الله. جوج السلطات الامنيه انا غادي نور بون صافي خليهم بينهم وبين السلطات. بغيتوا لي كونت ديالهم انستغرام، راه واحد سميتو ياسين مولودي، راه عنده 1,400,000 في انستغرام كنظن. الا ممكن تجبدوا لنا السي امين باش نوريهم لكم في وجهه، باش نوريو. انا غير بلغوا عليه السلطات اللي يعرفوا فين كاين. انا غنوريه لكم باش تبلغوا عليه السلطات بالمهم. ياسين مولودي انستغرام ياك؟ ياسين مولودي راه عنده 1,400,000. واخا السلطات الاخوان، السلطات الله يرضي عليكم، حنا بلد الامن والامان، حنا بلاد كنمشيو بالقانون. اللي غيعرفوا يبلغ به فين كاينه. انتم غير بلغوا. وراني شفت لواحد الفيديو جديد اخويا رضوان انه يسيء لواحد الجوج ديال الاجنبيات، تمام. على ما اظن على انهم من جنسيه اوروبيه، على انه كيسيء لهم باللغه العربيه. لهذا الاخوان غنترجموا ديك الشيء اللي كان كيقول بالفرنسيه ولا كان كيقولوا بالعربيه، وغادي نصيفطوه للسلطات. الو انا تواصلت حتى مع الدري اللي قبيله بالمناسبه البارح كان معاهم واحد الولد مغربي، ما كانش عارفهم هو في المناسبه، راه مسكين رجع لفرنسا دابا. تواصلت معاه هو في فرنسا قبيله، وتواصلت حتى مع البيتزيريا اللي كلاو فيها بالمناسبه. ولكن قال لي راه غير دازو كلاو مع شي وحده ديال الصباح. اذا الاخوان الاسم ديالو ياسين مولودي ورؤوف بالقاسمي. داك اللي كيعترف هو بفمه. حنا ما كيهمناش خوا الماء ولا خوا كوكا، هو يعترف. صحيح هو يعترف. خوي الماء، خوي كوكا، خوي سكين جبير، داكشي كيبقى ديالك. انت تعترف بعظمه لسانك انك بلتي في الملعب.
هذاك الشيء والاخطر الاخوه المغاربه انه يسب الاخطر ماشي الامهات هو ديالنا. الفيديو، الاخطر ماشي هو الفيديو، الاخطر هو ديال التبول، اعزكم الله. الاخطر هو الفيديو اللي تصور في مراكش 5 ايام هذه. يسب الامهات ديالنا ويسب لا. المراه المغربيه. اذا المغاربه ديروا خدمتكم بالقانون. لا. بالقانون. السلطات الامنيه الخوت، الله يرضي السلطات. عليكم. الامن، سيروا عند الامن، سيروا عند السلطات الامنيه. صافي هذا الموضوع ما كنتش باغي نهضر، هذا السردوان هذا ولكن شوف جبت ديالو لنا هذا. الموضوع. واش هو هذا؟ هو هذاك، ها هو هذاك كليكي عليه راه كان هو هذاك. اي باش يشوفوه الاخوان هو هذاك، هو هذا راه البارح كان في بوربون. هو هذا الولد هذا، هو هذا. المهم اللي عرف هذا يتواصل مع السلطات. ها هو الخوت، ها الكونت ديالو، ها هو، ها خنفوفو، ها خنفوفو. شوف هاد الاخوان مساكن ما عرفوش لان غير تعشاو معاه، ما كانش في اخبارهم. هادشي في بوربون. المهم هو هذا قرمومو، ياك شفتو قرمومو هو هذا وهذاك سميتو اللي عرف دلقوشو. هذا الاخوان يوصلوا للسلطات يقول لهم فين كاين، راه في المغرب. هو هذا سكرينيو الخوت الكونت ديالو باش اللي دخل يسكريني الصوره ولا يخلي عنده الفيديو باش اون فوا تشوفوه. سيرتو الاخوان اللي كاينين في كازا في درب السلطان. لا راه ما ساكنش هو في درب السلطان. حنا المهم السلطات، كاين الامن. اوكي دخل لي ياسين مولود، رؤوف بن القاسمي. رؤوف بن القاسمي، اوكي استنى. حنا الخوت من واجبنا، وهذا الشيء راه علمتكم في البدايه علمتكم. الله يرضي عليكم. واش عقلتوا باش قلت لكم اللي جاي ديكلاري يقولها للبوليس؟ عقلتوا ولا ما عقلتوش؟ حنا طحنا في المشكل. ملي كنت كنقول لكم الله يرضي عليكم اللي كرا لشي واحد يمشي يعلم السلطات، الله يرضي عليكم اللي كرا شي واحد يعطيه الباسبور للسلطات، كان غيكون من السهل انه يتجبد. اما كتسمعوش راسكم قاصح، ما كتسمعوش الخوت. علمتكم الله يرضي عليكم اللي بغى يكري لشي واحد يعلم السلطات يعطيهم الباسبور. غادي تسهل المأمورية على البوليس، غتسهل المأمورية على الأجهزة ديال الدولة باش يكون من السهل أنه هو راه غيتجبد بالزربة. ولكن دابا نبقاو نديرو تمارة للسلطات. يلا سير اخويا. كنديروا لهم الخدمة بهذه الطريقة هذه فعلا. شي ما فيش الضحك، كنضحكوش حنا بهذا الشيء. ها هو دا الكونت واخا طالع هنايا بالعربية ولكن ماشي مشكل، على العموم لا يهم. هي ها هو الكونت ديالو هذا عنده فيه 1,400,000. ها هو دا رؤوف بن القاسمي، ها هو دا وجه لويل، شفتوه؟ هذا هو اللي البارح دار ديك العمليه. ها هو خلفو في لويل. تقدر تجبد لي من لاباج ديالو في الكونت ديالو في تيك توك، راه عنده شي 100,000. هو دودو تفاصيل ما عنده فين يمشي زعما. اخويا رضوان خصك تعرف بانه دابا راه تديكلارا في لايغوبور، راه ما يمكنش يخرج من المغرب بدون محاسبه، ما يخرجش. احنا دابا اللي علينا خصنا نعرفوا اللوكاليزيوها الخوت. لا كون هاني، هاد الليله غادي نوصلوا للعالميه ان شاء الله. يلا الاخوان ديروا خدمتكم، بغينا نوصلوا هاد الشخص للعالميه. شكرا السي رضوان. نعرفوهم فين كاينين هما جوج. قلت لكم ياسين دخلوا للكونت ديالو دخل لي الكونت تيك توك ديال هذا. ها هو دا التيك توك في البلاصه في البلا، حنا ناضيين. هو باش نوريكم الفيديو اللي كنت كنهضر لكم عليه قبيله. الكونت ديالو تيك توك ها هو. اييه دخل كليكي هكا. اش من فيديو بغيتي فيهم؟ هذا الكونت فيه شي 100,000 ياك تيك توك. هاي مليون. كليكي لي على الفيديوهات الاخرين. اخر فيديو هو هذا. كليكي باش نوريك. لا ماشي هذاك اللي دوز لي وراه، اللي كيقول لهم بانه انا تبولت في الملعب. فاش وقيله بلاتي، لا ما عرفتش واش هذا بلاتي. حوريه هو هذا بدا من البدايه. تفضل سي امين. ما واش مسحوه ولا لا؟ واخا يمسحو، كاين ما عنده ما يمسح، ياك. انت شوف امين، انا غنصيفط لك داكشي دابا، ندوزو مباشره. انا غندوزهم لك. اوكي انا غنصيفط. كنقلب على في الكونت ديالو، مازال ما لقيتوش في الكونت ديالو. لا في الكونت ديالو ما كاينش السي رضوان. حوريه هذيك خاطر هذا ماشي راه بالقسمي بالشباب. انا بديت يا اخو انايا ماشي زعما ما لقيتش واحد خوتي. السلام عليكم خوتي.
هذا ما يستاهلش، هذا حتى يكون بشر اصلا. مين هاو ما عندك الفيديوهات. دابا خرجتينا من الموضوع ولكن ماشي مشكل، راه عندك الفيديوهات ثلاثه عندك ثلاثه ديال الفيديوهات. دونك الخوت قلت لكم اللي يعرفوا فين ساكن يتواصل، يصيفط لي العنوان، انا صيفطوا لي ورجع اللور.